السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوريكم النهاردة ان شاء الله محصول الخوخ بعد زرعه من شجرة، بعد زراعتها بعد سنتين بس. ما شاء الله شايفين الثمار، كمية ثمار ما شاء الله. ده برضو بعد ما اكلت منه، يعني الحمد لله. ده كله بعد ما خدت منها انتاج، برضو مليانة انتاج ما شاء الله. المفروض يبقى اكتر من كده كمان. لو كنت وريتها لكم في بداية الموسم، حتى لو كنت شفته في بداية الموسم بعض الفيديوهات اللي هي اثناء الرش. رش المبيد الحشري مهم جدا للثمار عشان ما يحصلش لها اصابة بدودة بذبابة الفاكهة، خطيرة جدا على ثمار الخوخ، خصوصا بسبب ان سكرياته عالية، فبالتالي بيتم وضع البيض فيها، وطبعا ده بيأثر بالسلب على ثمار الخوخ، يعتبر بيضرها ضرر كبير. لسه خضرا اهي، بس طعمها زي السكر ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما قلت لكم رش المبيد الحشري مهم جدا، رش الكالسيوم بورن وقت التزهير مهم جدا، او عنصر البورن خصوصا. وطبعا بيتم رشه مرة جبريليك اسيد. بعض الثمار واقعة اهي. زراعة سهلة جدا، كل اللي احنا محتاجينه هو لو عايزين الشجرة تشتغل على طول، هو شجرة بس هنشتريها تكون مطعومة، ده عشان تنتج معانا اسرع. بيتم الانتاج بعد سنة فقط لو زرعنا من شجرة مطعومة. في النهاية اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.